قبل ما نخش على بقيه ادوات السلكشن، في حاجه عايزك تعرفها. احنا عرفنا ازاي نعمل فايل جديد على الفوتوشوب، عايزك كمان تعرف ازاي تسيف فايل انت عامله مالتي لاير على الفوتوشوب، وازاي تفتح فايل من على الفوتوشوب، فايل صوره او فايل سواء كنت مسيفه قديم. عشان تفتح اي فايل مع الفوتوشوب تعال نشوف الخطوات اللي هنعمله بيها. هنيجي هنا من قائمه فايل، اوبن، ونروح على الفايل في الهارد ديسك في المكان اللي انت حاطه فيه، وتدوس اوبن. الفوتوشوب بيفتح انواع كثيره جدا 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 من الفايلات. هتلاقي اغلب الفايلات، اغلب الاكستنشنز اللي في الدنيا اللي ليها علاقه بالصور بيفتحها الفوتوشوب، فانت ان شاء الله مش هتلاقي مشكله في اي فايل تفتحه. لو انا مسيف فايل مالتي لايرز، لو انا عامل فايل مالتي لايرز وعملت تشكيل معين وعايز التشكيل ده يفضل مش عايزه يروح، اعمل ايه؟ بسيفه از فوتوشوب فايل. بسيف از فوتوشوب فايل ازاي؟ فايل، سيف از، هيقول لي سيف تو يور كمبيوتر، بروح بختار له المكان اللي انا هسيفه فيه وبديله اسم زي ما اتفقنا، تيست 1 زي ما اتفقنا. خليك منظم، سيف، تأكد ان هو اللايرز ما يكونش از كوبي، عشان كده مش هيبقى فيه لايرز في الفايل. لو اللايرز دي مش موجودة مش هيكون فيه لايرز في الفايل، وبعد كده يعني مع الوقت انت هتعرف انا بتكلم عن ايه. تيست، سيف، خلاص الفايل هيبقى متسيف في الحتة اللي انا سجلته فيها. اما عاوز افتحه، خلاص انا قفلت ده، اقفل. لما عاوز افتحه اوبن، اهو موجود باسمه، بفتحه بلاقيه لايرز، اللايرز ما راحتش. فلازم كل فايل تعمله فيه لايرز مختلفة لازم تكون مسيفه BSD، مسيفه اوبن سورس. اتاكد ان هو فوتوشوب مش لارج دوكيمنت فورمات، ده بيستخدم مع الملفات الكبيره. لكن مؤقتا دلوقتي هفهمك كل الاكستنشن دي ايه. لكن مؤقتا دلوقتي لو عايز تسيف فايل على الفوتوشوب تختار فوتوشوب وتتاكد ان هو لاير، وتقول له سيف في المكان والمسار اللي انت عايز تحطه، ولازم يبقى BSD